ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبصحة وخير وسعادة وهنا. الاول كده خليني اقول لكم قد ايه انا مبسوطة جدا برد الفعل اللي انتوا عملتوه على الفيديو اللي فات، وعن الرسائل كمان الكتير اللي جات لي، اللي بيقترح موضوع واللي عاجبه الفكرة قوي. خليني برضو اقول لكم ان وانا بعمل الفكرة دي انا كنت حباها ومتحمسة لها قوي، بس ما كنتش عارفة ان هي تعجبكم قوي كده. فانا كنت كمان مقررة كذا دولة كده انا هعمل عنها، وبعدين لما لقيت كنتوا كمان متحمسين وعندكم فضول لبلدان كتير وكده، قررت ان انا اركن اللي انا كنت عايزة اعملهم على جنب، وهكمل بقيه السلسله بالاقتراحات بتاعتكم انتوا. فلو حد عنده اي اقتراح ما ينساش يكتبه لي في الكومنتات او يبعت لي رساله بيه على الانستجرام. والمهم انا اخترت النهارده من اقتراحاتكم دوله اسيويه ما نعرفش اي حاجه خالص عن عاداتها وتقاليدها. يعني الفيديو اللي فات كان تركيا، عندنا معلومات شويه بسبب ان هم قريبين مننا شويه، وفي نفس الوقت في مسلسلات تركي بقى وحاجات، فاللي هو في ناس كتير مننا عارفه شويه معلومات. لكن الدوله بقى بتاعت النهارده دي محدش فينا تقريبا يعرف عنها اي حاجه. فيلا بينا اخدكم معايا في رحله لاندونيسيا ونشوف العيد فيها عامل ازاي. مبدئيا كده قبل ما ندخل في موضوع الفيديو ده، عايزين نتفق على نقطتين 3 كده علشان يعني نعدي الدنيا كده. اول حاجه، انا عارفه ان هي اسمها اندونيسيا مش اندونيسيا، بس انا اتعودت عليها اندونيسيا، فاحنا هنقولها في الفيديو ده وهنركن الهمزه دي على جنب، وبعد كده بقى ايه نبقى نحط الهمزه تاني، فمشوها معايا اندونيسيا. والملحوظه التانيه بقى، في حاجات في الفيديو ده هتتقال بالاندونيسي، وانا ما بعرفش اتكلم اندونيسي زيكم كده، يعني مفيش حد اصلا بيعرف يتكلم اندونيسي اكيد يعني في اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي. فانا هنطق الحاجات بتقريب كده زي ما انا حسيت ان هي نطقها كده، وهكتبها لكم على الشاشه برضو. فايه يعني نعدي كده ونمشي الدنيا عشان الفيديو يبقى خفيف ولطيف. وعايزه اقول لكم كمان ما تنسوش اللايك والشير على الفيديو ده، واهم حاجه الشير، علشان دي تالت مره هصور فيها الفيديو ده، لان انا صورته مرتين مختلفين عن المره دي، وللاسف كان بيحصل دروب كده فالفيديو كان بيبوظ اصلا، ما كنتش بلاقيه اصلا على التليفون يعني. فيعني تقدير بقى للمجهود كده، لايك وشير كده قبل ما نبدا الفيديو، ويلا بينا. اندونيسيا هي اكبر بلد اسلاميه في العالم، عدد السكان فيها اكتر من 260 مليون، وال 260 مليون دول منهم 88% مسلمين بس، يعني اقليه قليله جدا اللي هم مش مسلمين. فتخيلوا كده كل الحاجات اللي انا هقولها في الفيديو ده على الارقام الكبيره دي من الناس، هتحسوا قد ايه الموضوع مبهج جدا عندهم. كلمه العيد بالاندونيسي لابيرون، فمعظم الاحيان اجازه العيد عندهم بتبقى اسبوع، وبتبدا كمان من قبل العيد بيومين، وكل ده هي اجازه مدفوعه الاجر عادي جدا. اي بلد هتلاقي فيها تحضيرات العيد بتبدا من اخر كام يوم كده في رمضان، بس في اندونيسيا الوضع مختلف. عندهم تحضيرات العيد بتبدا من اول رمضان، فبيبقوا هم في نفس الوقت بيحضروا للعيد وفي نفس الوقت في رمضان. فتلاقيهم كده من اول رمضان عمالين بقى ينزلوا في الاسواق والبازارات يشتروا لبس العيد بقى والاكل والحلويات بتاعتهم، ويتفسحوا في نفس الوقت. فكل ده بيبقى جو العيد مع رمضان كده، الاتنين بيبقوا عاملين بهجه عندهم كده كبيره قوي. وكمان عندهم قبل العيد باسبوعين الاصدقاء والجيران وكده بيبداوا ان هم يجيبوا هدايا لبعض ورسائل فيها تهنئه للعيد ويهادوا بعض بيها. اما بقى بالنسبه للايام الاخيره في رمضان، فهي في اندونيسيا بتبقى عباره عن هجره مؤقته، ودي عاده سنويه مشهوره جدا عندهم، وليها اسمين. الاسم الاول مودك ومعناها العوده الى الاصول، او بولانج كامبونج ومعناها العوده للقريه. معظم السكان في اندونيسيا بيبقوا مسافرين طول السنه، يا اما لشغل يا اما لدراسه، فكلهم بقى بيجوا قبل العيد، كل واحد بقى بيرجع بلدته والقريه بتاعته الاصليه اللي هو اتولد فيها او اللي هو عايش فيها، مش المكان اللي فيه الشغل. فبتبدا كده في اواخر رمضان بقى الناس دي كلها بترجع لاهاليها عشان تقضي معاهم العيد، فبالتالي بتبقى وسائل المواصلات زحمه جدا، لان كل سنه هناك في حوالي 30 مليون بني ادم بيرجع لبلده، فبالتالي بيبقى في تكدس رهيب قوي، والمشوار اللي بياخد ساعه ممكن ياخد 8 و9 بسبب الزحمه وكتر الناس اللي في الشوارع والعربيات وكده. وكمان الدوله بتوفر لهم وسائل مواصلات زياده في الفتره دي علشان تحاول تحل الازمه بتاعه التكدس ده، لان انتوا تخيلوا كده 30 مليون واحد في الشارع كلهم مسافرين، اللي ماشي كده واللي ماشي كده واللي ماشي كده، فالشوارع كلها بتبقى زحمه ومقفوله. اما بقى بالنسبه لليله الوقفه في اندونيسيا، فهي اسمها تكبيرون، والليله دي بتبقى ليله مليئه كده باصوات المؤذنين بتكبيرات العيد في المساجد والمصليات بتاعتهم. وكمان الناس بتخرج ليله الوقفه بالعربيات وبالطبول، بيمشوا كده في الشوارع يكبروا ويهللوا لحد الصبح، فطول الليل بيبقى عندهم تكبيرات لحد صلاه العيد. وليله الوقفه في الاماكن الريفيه بتبقى مليانه بالالعاب الناريه، وكمان بيفتحوا البيوت بتاعتهم وبيحطوا قدام الباب زي يعني شعله النار كده علشان كل الشوارع تبقى منوره وتبقى متزينه، او بيحطوا الكشافات.
وبرده بيفضلوا سايبين كل ده لحد صلاة العيد الصبح. وطبعا معروف ان المسلمين بعد صلاة العيد بيبقوا متجمعين كلهم في مكان واحد وبيصلوا كده، فالناس بتبدأ تهني بعضها بالعيد عندنا اللي هو كل سنة وانت طيب، عيد مبارك كده. لكن في اندونيسيا بيعيدوا على بعض بجملة سليمات العيد. سليمات الفطر معناها العفو بيننا ظاهرا وباطنا، لكن هم مش بيقولوها لبعض بالمعنى ده، هم بيقولوها لبعض بمعنى عيد سعيد بقى، كل سنة وانت طيب، عيد التسامح، حاجات كلها بالمعنى ده يعني. وطبعا العيد في كل العالم سواء للمسلمين او ايا كانت الديانة، العيد عندهم بيخليهم يزوروا بعض ويودوا بعض وكده. بس في اندونيسيا عندهم زيارات العيد دي ليها اسمها حلال بحلال. وكمان هم مقسمين عندهم 3 ايام العيد في الزيارات. اول يوم بيبقى للعيلة بس، وكمان الناس اللي من العيلة المقربين في المكان. اما تاني وتالت يوم بيبقى للناس والمعارف والجيران والقرايب البعيدة، كله بقى بيزور بعضه. طب انا جبت سيرة العيد وزيارات العيد وما جبت سيرة العيدية. هما في اندونيسيا ما عندهمش عيدية ولا ايه؟ لا اكيد عندهم طبعا، بس العيدية عندهم اسمها سلام تمبل. وسلام تمبل بتبقى للاطفال الصغيرة بس، وفي الغالب كمان بتبقى من الاجداد بيعيدوا بقى على اطفال العيله وكده. اما بالنسبه للكبار فهم خلاص كبروا وما لهمش عيديه. طبعا دي حاجه حزينه، المفروض ان الواحد كل ما بيكبر كل ما العيديه بتاعته بتكبر معاه، مفيش حاجه اسمها انت كبرت خلاص مالكش عيديه. الناس الكبيره بقى في اندونيسيا بتعيد على بعضها بايه؟ بشنط بقى فيها، عارفين الزيارات المصريه بقى اللي هو ده واخد زياره ورايح بقى اللي هو واخدين بقى اكل وفاكهه ومشروبات معلبه مثلا والحاجات دي، او ادوات المطبخ. المهم هي كلها بتبقى ايه، رايحه في الاخر على المطبخ، مفيش بقى هدايات شخصيه بقى والكلام ده خالص. وفي خلال ايام العيد في اندونيسيا هم عندهم اكل مخصوص احتفالا بالعيد، والاكل ده طبعا بيبقى موجود بكثره عندهم سواء بقى للزيارات او لاهل البيت اللي موجودين. بس الاكل والحاجات بتاعه العيد دي بتبقى معموله من قبلها وبيحفظوها في البخار علشان يبقوا ضامنين ان هي خلاص هتبقى جاهزه للاكل يوم العيد. وطبعا اندونيسيا زيها زي اي بلد في العالم، كل منطقه ليها عاداتها وتقاليدها والثقافه الخاصه بيها، فكل جزيره عندهم في الغالب بتبقى مميزه كده باكلتين 3 بيعملوها في العيد. والاطباق الرئيسيه المميزه بتاعتهم بتتعمل بكميات كبيره قوي عشان تكفي الزوار من المناطق المختلفه. ودلوقتي انا هقول لكم على 6 اكلات السفره الاندونيسيه يوم العيد ما بتخلاش من حاجه من ال6 دول، وهقول لكم كمان على 4 انواع حلويات برضو بيعملوها في العيد. والطبق الاول عندهم وهو طبق الكيتوبات. الكيتوبات ده بيبقى عباره عن ورق شجره جوز الهند بيلفوه كده على شكل ماسه كده وبيحشوه رز، وبيقفلوها ويغلوها في حليب جوز الهند لمده لا تقل عن 4 ساعات، وممكن كمان يكملوها ل5 ساعات عادي لحد ما الرز خلاص يثبت على الشكل اللي هو محشي بيه ده. وبعدين بينشفوها وبيقدموها جافه، فهي في الغالب بتبقى زي مكعبات رز مقرمشه يعني او حاجه من هذا القبيل. اما تاني طبق عندهم وهو اسمه اوبور، ودي اكله عباره عن دبابيس فراخ برضو معموله في حليب جوز الهند، بس كمان بيضيفوا فيها شويه توابل وليمون وكزبره وبيطبخوها على نار هاديه لمده 40 دقيقه. وقت تقديم الاكله دي بعد ما بتستوي خالص بيرشوا عليها من فوق بصل متحمر كده شبه التقليه، والطبق ده بيتقدم معاه مكعبات الكيتوبات اللي انا لسه قايله عليها. اما تالت طبق عندهم فهو طبق السيمور، سيمور او سيمور ايا كان يعني نطقها. دي بتبقى عباره عن مكعبات لحم بقري مطبوخه في صوص الصويا الحلو مع شويه توابل كده زي الثوم وجوز الطيب والقرنفل، وكمان بيضيفوا لها طماطم، وبيتقدم معاها صلصه الفلفل المطحون. صلصه الفلفل المطحون دي اعتقد ان هي بتبقى زي الدقه عندنا كده، لان طالما فلفل ومطحون تبقى دقه، بس برضو انا بهبد يعني ما تاخدوش المعلومه دي ثقه خالص. ورابع طبق عندهم وهو سمبال جورينج اتي، والطبق ده عباره عن مكعبات بطاطس مقليه مع لحم بقري وفلفل حراق كتير بقى، وكمان ممكن يبدلوا مكعبات اللحمه بالكبده او الجمبري. وصلنا للطبق الخامس واللي قبل الاخير وهو سيور لابو سيام، والطبق ده بيبقى مكون من لابو سيام او حساء الشابوتي. وما تسالونيش يعني ايه الاتنين دول، لان انا والله لو اعرف كنت قلت لكم من غير ما تسالوا. بس هي برضو بتبقى حاجه مطبوخه في جوز الهند، يعني هم واخدين جوز الهند ده محتوى عندهم، وبتكون عليها فلفل حراق كتير قوي وشطه كتير قوي، فبيبقى طبق كده قدامك ملهلب، واحد ياكله من هنا ينسى امعائه من هنا على طول. واخيرا سادس طبق والاخير وهو طبق رندنج. الاكله دي اكله تراثيه من شعب مينانجاباو، وبيتم تحضيرها في مده لا تقل عن 4 ساعات، واحيانا بتوصل ل6 ساعات. لو
لو قلت لكم دلوقتي بقى الاكله دي مكونه من ايه، توقعوا كده. اول حاجه بديهيا حليب جوز الهند على طول، بس ده طريقته مختلفه. لكل كيلو لحمه 3 حبات جوز هند، وبيسووه طبعا على الهادي بقى معاهم من 4 ل 6 ساعات، يعني ربنا يعينهم الصراحه. هو بياخد وقت في تحضيره عشان يعملوا منه كميات وكده، بيبقوا محتاجين وقت كبير جدا. والطبق ده عندهم هناك زي كحك العيد عندنا كده، يعني ده حاجه رسميه في العيد. كده خلصنا الاكل اللي هما بياكلوه، نشوف بقى هما بيحلوا بايه. اول حاجه بتبقى اساسيه عندهم في العيد وهي بسكويت نستار. والبسكويت ده عباره عن عجينه من الاناناس الحلو، وبيبقى متغطي بطبقه مكونه من البيض والدقيق والسكر، وحجمها بيبقى بيضاوي وكبير مش زي البسكويت كده صغنطط. وتاني نوع حلويات عندهم وهو كاستنجل، ودي مكوناتها بسيطه قوي، بتبقى عباره عن عجينه بالجبنه ومتقطعه صوابع ومقرمشه. تالت طبق حلويات عندهم اسمه بوتري سالجو. بوتري سالجو بالاندونيسي معناها الحرفي اميره التلج. برضو معرفش مكوناتها ايه، بس هي بتبقى على شكل هلال ومحشيه مكسرات وعليها من فوق طبقه سكر بودره. رابع نوع حلويات بقى وهو الاخير في الفيديو ده، وهي كيكه واسمها كيكه لابيس ليجت. وبرضو الكيكه بتاعتهم مختلفه، بتبقى كيكه عباره عن طبقات رقيقه جدا كده مرصوصه فوق بعض، وكل طبقه من الطبقات دي بتبقى بطعم مختلف عن التاني. بتبقى كيكه طريه جدا، وبرضو بتتقدم مع مشروب. وبكده اكون خلصت كل اللي انا عرفته عن العيد في اندونيسيا. متنسوش تقولوا لي اللي انتوا كنتوا تعرفوه واللي ما تعرفوهوش، ولو حد فيكم عنده معلومه جديده يقول لي عليها في الكومنتات. كمان هستنى رايكم في الفيديو ده. ما تنسوش كمان ان انتوا ترشحوا لي اماكن ممكن اتكلم عنها في الفيديوهات الجايه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.